السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ بتعملوا ايه؟ انا هنا في ساحة قصر الحكم. بداية من الجزء ده كده وكل الاماكن اللي ورايا دي، الجزء ده بيسمى قيصرية الكتب. وللأسف في كام دور تقريبا، واحد اتنين تقريبا 3 ادوار نشر او 3 مكتبات قافلين. غالبا ممكن يكون بسبب المعرض الكتاب، يعني ممكن يكون الناس مش موجودين بسبب معرض الكتاب. الباقي الدور في كذا مكان بيعمل تجديد او كده، فجايز استغل الفترة اللي هي بعد معرض الكتاب لان لسه منتهي، ففي كذا دور برضو منتهية. في مكان هنا مفتوح بس في حد جوه، فانا مستني بس لما يخلص ويخرج. هي الصورة مش سرة جدا كده ليه؟ مش عارف، هغير شكلي. في المكتبة هنا كان في كوت كده او نكتة، يعني او هي مش نكتة، هي حقيقة. كان شفت من فترة كان ناس حاطين صورة وحاطين واحد صاحب مكتبة وقاعد وسايب الكتب اصلا، مفيش حد جوه المكتبة. بيقول لك لانه القارئ لا يسرق والسارق لا يسرق كتب. فالمقولة دي حقيقي مطبقة دلوقتي، لانه في المكتبة اللي ورايا دي مفتوحة ومفيش حد جواها. انا دخلت قعدت شوية جوه وخرجت، وبرضه في حد جوه. برضه مفيش حد تقريبا، صاحب المكان معرفش مش موجود ولا فين يعني. بقية الأماكن للأسف مقفولة بسبب في كم مكان هنا بيتم تجديده، لكن في العادي طول السنة هو المكان دوت مفتوح. مفيش غير المكتبة الوحيدة اللي مفتوحة دلوقتي أو موجودة هي فرع من مكتبة الملك عبد العزيز، اللي هي الفرع الثاني بتاعها في المربع، وليهم فرع ثالث في الروضة حسب ما قال لي الأخ اللي قاعد جوه. فالفرع اللي هنا دوت ممكن تشتري منه، بس هو عنده نوع كتب تاريخية أكتر يعني، أو نوع الكتب اللي عنده مش متنوعة زي بقية الدور. وهو قال لي أصلا إن ممكن تلاقي عندي عناوين تلاقيهاش عند ناس تانية. وكذلك للأسف بقية الدور الدور النشر التانية مقفولة، أو المكتبات. يعني مش عارف أنا ليه بقول دور نشر، لأن هي ممكن تكون مكتبات فقط، مش مجرد دور بتاعة النشر. دي المكتبة الوحيدة اللي موجودة ومفتوحة. تعالوا نخش ونبص بس كده جوه. هو المكان صاحب المكان مش موجود يعني، فاحنا اقتحمنا المكان وانت مش موجود، فسامحنا يعني لو انت شفت الفيديو وشفت اللي احنا جينا نصوره. هو عنده هنا ما شاء الله عدد كبير من العناوين، حاجات في الاجتماعيات، حاجات للاطفال، التاريخ الاسلامي وغيرها، صحيح البخاري، الكتب الاسلاميه وكتب الائمه. وهو انا بص دخلت وصورت وخرجت، وفي حد تاني كان لسه خارج برضه، هو سايب المكتبه، هو مش متواجد بحيث ان هو فين. ازيك عامله ايه؟ مش متواجد بحيث ان هو مش قلقان، هو كان قاعد بعيد عن المكان. دي بالصدفه جه دلوقتي، انا دخلت وخرجت قبل ما ابدا تصوير، وهو كان قاعد بعيد يعني. فهو مش قلقان ان انت في الاخر مين هيفكر يسرق كتاب يعني. فانا كنت متحمس وانا جاي ان الاماكن تكون مفتوحه والاقي حد واسجل معاه وكده، لكن للاسف المكان مقفول. ودردشت شويه كده خفاف مع الشخص اللي قاعد جوه في المكتبه اللي جوه، لكن طبعا احنا للاسف اقبالنا ضعيف على القراءه في الوقت الحالي. ناس كتير جدا بقى اقبالها ضعيف. حتى هو نفسه قال لي الموضوع بس مش في قصه ان هو الاقبال ضعيف او القرايه بقت ضعيفه، لا، هو الموضوع كمان بسبب الموبايلات وبسبب الكندل مثلا. لكن انا من الناس اللي مش بحب الكندل، ما بحبش اقرا من الكندل ولا بحب الموبايل، يعني ما اعرفش اقرا من على الكمبيوتر او من اللابتوب او كده. الكتاب في الاخر بيكون ليه ملمس كده احسن وليه ملمس خاص، يعني تقدر تستمتع بيه وهكذا. لكن الموضوع ممكن يفرق من شخص لشخص. انا ما احبش اكون قاعد بقرا والاقي بطاريه فضيت، الاضاءه مش عارف ايه بتاع، لاني بصراحه لما مسكت الكندل ما حبيتوش قوي. وفي رايي ان الكندل مبالغ قوي في سعره، وكانت ناس كتيره جدا شرحت انه يعني ما تستعجلش ان انت تجيب كندل الا لما تكون يعني داومت على القرايه. يعني لو انت مداوم جدا على القرايه، بتقرا مثلا كتاب كل اسبوع، كتابين كل شهر مثلا، فخلاص انت اوكي اشتري الكندل. انما طول ما انت لسه قراءتك ضعيفه، او انت الموضوع بالنسبه لك لسه ما خدش حيز كبير، فلا ما تصرفش فلوس على الكندل، او ما تروحش تجيب الكندل، لانه الكندل مش رخيص. تقريبا اعتقد شفت فيه اصدار ب 550 ريال، اللي هو ممكن مثلا يوصل تقريبا 200 دولار.
وشفت نسخه تقريبا ب 800 ريال او اكتر، اللي هو 300 دولار. انا برضه شايف ان دوت مش مبلغ بسيط، لاني شفته مع حد صاحبي اشتراه، ويعني في بدايه اول كام يوم كده شفته معاه، فكان مشفتوش تاني اصلا يعني. فكانت النصيحه من حد كان من الناس اللي بتقرا كتير، كان هو نفسه قال ان انت لو بتقرا كتير هات الكندل، ما بتقراش كتير فما تجيبش الكندل. فبرضه ده جايز يكون قلل من الناس اللي بتشتري كتب، ومعرض الكتاب ممكن برضه يكون قلل من الناس اللي بتشتري كتب، فيعني هي دي اللي عملت المشكله يعني. او دلوقتي الاقبال ضعيف برضه، هو ده اللي ممكن بعد المعرض، فعشان كده ممكن يعني يكون دي الفكره. كان نفسي المكان يكون مفتوح واصور لكم اماكن كتير، لكن اغلب الاماكن مقفوله، مفيش غير مكتبه واحده بس اللي مقفوله، فيه مفيهاش حد او فيها تقريبا بياع، يعني ممكن يكون مش حد يعني نقعد ندردش معاه يعني، او هيدينا فيدباك يعني عن القرايه والناس وهكذا. يعني هو مش مهتم يعني، الشخص اللي دخل انا شفته هو مش مهتم يعني، او شخص شغال يعني. والمكتبه الثانيه هي تتبع الملك عبد العزيز، وقال لي ممكن تروح الفرع اللي في المربع وهيكون فيه فايده ليك اكبر، والمكتبه هناك ممكن تقعد تقرا وفي استعاره وهكذا. وانا افتكر زمان كان المكان ده كان في اماكن هنا يقول لك مثلا بيسيب لك ستاند كده، يقول لك الستاند ده للقرايه، يعني ممكن تسحب كتاب من جوه وتبدا تقرا على الجلسات اللي انا قاعد عليها دي. الموضوع بيبقى مجانا او فري يعني. انا جيت والكاميرا معايا وقلت اصور لكم. بعد ما جيت يعني قلت لا خلاص الموضوع مش مستاهل تصوير، لكني خلاص جيت، وممكن الكلام دوت او المكان دوت يعني يفيد حد يكون مهتم بالموضوع بعد كده. في مكان تاني للكتب ممكن ابقى ان شاء الله بزوره، بس مش هذكره دلوقتي لغايه ما ابقى اروح واصور. اتمنى الفيديو النهارده كده يكون خفيف ويعجبكم، مع انه هو معظمه كلام يعني ما فيهوش حاجه، لكن هسيب لكم اللوكيشن بتاع المكان. هو قيصريه الكتب قدام قصر المصمت او بجانب قصر المصمت، فده المكان اللي هو فيه المكتبات كتير، لكن حاليا في عدد كبير بيتجدد وفي عدد مقفول، فان شاء الله ممكن يكون في وقت تاني يكون مفتوح وتيجوا ان شاء الله تلاقوه شغال. شكرا لكم، كان معاكم محمد سمير. سلام.